أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الذي يقدمه المركز الكردي للدراسات. في حلقتنا هذه نستعرض حصيلة عام 2025، ما جرى في سوريا وتركيا على وجه الخصوص وفي المنطقة تاليا. لكن قبل ذلك ننطلق من الأوضاع في الساحل السوري، المظاهرات التي قام بها المكون العلوي السوري تلبية للنداء من الشيخ غزال غزال، والقمع الذي تعرض له المتظاهرون اليوم. معنا للحديث الزميلين حسين جمة وشورج درويش. تحياتي زملاء. تحياتي دكتور طارق. زميل حسين، نبدأ معك. أولا، يعني الحدث الأخير الساخن، المظاهرات في الساحل السوري، كيف قرأتها وردة فعل السلطة؟ هل يعني اختلف الأمر هذه المرة؟ آه، طبعا هذه المحاولة الثانية للعلويين خلينا نسميه الظهور السياسي لهم، الظهور السياسي الثاني لهم خلال هذا العام. كانت في البداية المظاهرات اللي قبل شهرين أعتقد، والمظاهرات الحالية هلا اللي اختلف بين هذا الحراك والآخر أنه ثبت أنه هذه المظاهرات اليوم أثبتت أنه في الحراك العلوي يتجه نحو تنظيم، نحو أن تكون له مرجعية. الكثير راهنوا في المرة الماضية أنه كانت نتيجة انفعال ما، حدث أمني، فحدثت استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال. لكن هذه المرة آه، تم تثبيت نوعا ما أن هناك مرجعية علوية، سواء أعجبت البعض أو لم يعجبهم يعني. لكن النداء الذي يصدر عن الشيخ غزال غزال دائما في ظرف معين يكون هناك احتقان اجتماعي، يكون هناك احتقان أمني، تكون هناك استجابة، يكون هناك تعبير سياسي علوي. طبعا يعني هذه المظاهرات هي ما زالت على المحك. هل ستتبلور سياسيا أم سيبقى في مستوى التعامل الأمني ومستوى التحدي تجاه سلطة أمنية كما رأينا اليوم وفي المظاهرات السابقة؟ طبعا هذا الشيء يتوقف على قدرة على الحراك العلوي، خلينا نسميه، على بلورة سياسية لهذا الحراك. هل يمكن أن تتشكل هيئات، مثلا هيئات تمثيلية، آه، بعيدا عن أنه قائد الحراك يكون مقيما في الخارج، ولا يكون جاهزا لأي تفاوض سياسي مباشر مع السلطة الحالية؟ طبعا بالجانب المقابل القمع الذي تعرضت له هذه المظاهرات وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. السلطة أيضا، يعني أعتقد سلطة دمشق أيضا هي يعني بين خيارين، ولم يعني ما عنده رؤية للتعامل مع هذه التظاهر. يعني ما عنده سياسة، ما عنده ورقة للتعامل. أعتقد لا يملكون ورقة للتعامل غير التعامل الأمني. شفنا اليوم مثلا في شيء خطير، يعني طبعا هو ليس جديد، لكن الخطورة أنه هو مستمر. أنه متظاهرون من الجانب الآخر، من الجانب الموالي للسلطة، يطرحون نفسهم على أنهم حماة للدولة أمام أعين الأمن. وفي بعض المشاهد كان هم ينسقون مع الأمن، يسيرون مع عناصر الأمن. يعني تجربة أشبه بالذئاب الرمادية التركية. لما هم خلال عشرات السنوات الماضية، التجربة هذه ذئاب الرمادية التابعين كانوا للحركة القومية، اللي هم كانوا يتطوعوا لتطبيق القانون بأنفسهم، كانوا يعتدون على الأكراد في الحافلات العامة، في المترو، في الساحات. بيشوفوا يعني أكراد يغنون في شارع يتم الاعتداء عليهم بدون محاسبة، بدون أي شيء يعني ياما السلطة تكون عبارة عن نسخة. أعتقد النسخة الحالية تسير في اتجاه نسخة نسخة
الذئاب الرمادية، الحركة القومية، أنه يكون في مواطنين هم رديف للدولة، وهم يطبقون القانون بأنفسهم لما بيشوفوا باجتهاد منهم أنه الدولة في مأزق، في خطر ممكن يحمل السيوف مثل ما شفنا اليوم يعني. واحتمال كبير جدا أنه تتطور هذه الأمور لاشتباكات أهلية خطيرة جدا، خاصة في المناطق اللي فيها اختلاط مذهبي مثل اللاذقية أو جبلة. طبعا هذا ما راح يكون يعني لا لصالح السلطة ولا لصالح الحراك العلوي، حتى أنه الأمور تندفع باتجاه حل أمني خالص، ما ياخذ، ما يكون له مكان على طاولة التفاوض. طبعا نحن شايفين حاليا الإعلام وأبواق السلطة يعني يدفعون الأمور باتجاه فعلا أنه يكون حل أمني على طريقة النظام. مرة بيتهموا أنه قسد هي اللي تنظم أو هي وراء هذه المظاهرات، مشان نزع طابع أصالة أصالة الاحتجاج، إن هي نابعة من مطالب للعلويين، من اعتداءات متكررة عليهم. يعني هم بالنهاية لحد الآن أعتقد أنه الحراك العلوي يعني سياسيا ما زال يطالب بالاحترام، باحترامهم. يعني الدعوات الفيدرالية والحكم الذاتي لا أعتقد أنها جادة أو ضمن قدرتهم، هم يطلبون احترامهم. ويعني الجانب الآخر من السلطة، حتى البيانات اللي طلعت أو الخطاب الرسمي اللي طلع على التلفزيون الرسمي السوري أو الموالين للسلطة، يعني كان نفس يعني تقريبا نفس خطابات نفس بيانات النظام تماما. آه، عناصر من الفلول بدل المعارضة والتكفيريين من الفلول اعتدوا على بدل قوات المندسين. الأمن والمتظاهرين بدل المندسين الفلول. يعني اعتدوا نفس الخطاب تماما من 15 سنة، نفس الادبيات تتكرر. حتى الجماعه ما عندهم ادبيات جديده، او ربما يعني اللي بيوصل للسلطه ما عنده غير يعني لانه اصلا النظام اصلا تركيبه الدوله نفسها في مأزق، فما عندهم غير هذا الخطاب. اذا ظلت تركيبه الدوله هي نفسها ما عنده، لا يستطيع ان يقول الا انه في فلول بدل المندسين، ولا يستطيع انه يقول انه في قناصه بيطلقوا الرصاص على الجهتين، على الجهتين مشان توتير الاوضاع، مع انه الفيديوهات نفسها وثقت ناس شايلين سيوف، عناصر امن يطلقون الرصاص ولا يمكن حجب هذا الشيء بعنصر امن مشكورا واقف تحت المطر وفقط ما عم بيقوص، يعني انه يكون يتم التغطيه على آه، حاله الهجوم الامني على هذه التظاهرات. نعم. زميل شورش، قراءتك لهذه المظاهرات إذا في متغير هذه المرة، يعني الملاحظات، ما هو الجديد وما هو المتغير وأيضا الجديد من جانب السلطة؟ لا، مساء الخير لك دكتور طارق، للمشاهدين، لزميلي حسين. الأساسي أنا باعتقادي أنه المجتمع العلوي تجاوز الصدمة، يعني صدمة تغير السلطة في سوريا. هي المسألة حساسة. آه، انتهوا من عقدة الذنب، لا يشعرون بأي ذنب حاليا. تم تحميلهم وزر جرائم النظام الأسدي. تجاوزوا الأزمة، خاصة الطبقات الفقيرة داخل هذا المجتمع المفقرة. آه، بغض النظر عن الكلام الذي يتكلم عن فلول أو عن يعني نافذين كان عندهم حيثية داخل الدولة وخسروها. هذا الحراك يرفع أسماء جديدة إلى المتن السياسي، قد لا يحبذها السوريين، لكن أصبح لدى العلويين اليوم عنوان سياسي لم يتبلور بشكل جيد باتجاه خطاب سياسي محكم. هناك خطاب شديد البدائية في المظاهرات، يستنجد يعني يقارب ما كان يقوله بعض الأطراف الإسلامويين داخل المعارضة. هناك أيضا خطاب في هذا الاتجاه، لكن ما حصل هو ناجم عن مسألة كانت واضحة. كان الحل السهل، يعني الابتعاد عن الحل السهل، حل الذهاب إلى الحوار الوطني، الاعتراف بتعددية المجتمع السوري، تسعير الخطاب الإعلامي في الإعلام الرسمي والموازي وفقهاء السلطة، البحث دائما عن طرف ثالث. اليوم سلطة الشرع لديها علاقات
خارجية جيدة لا تستطيع أن تتهم السعودية أو روسيا أو أمريكا أو أي طرف في العالم على اعتبار لديها علاقات مع كل هذه الدول، وبالتالي تبحث عن طرف ثالث وتفتش في الداخل تقول قسد. يعني أوصلت قسد إلى مرحلة من خطابها المتهالك. وأنا قرأت اليوم كثير من التعليقات ومن البوستات التي توجه باتجاه أنه ما حصل هو ناجم عن مؤامرة تحيكها قسد. يعني هذا الكلام المتهافت لا يحتاج إلى رد صحيح، لكن هو جزء من سلوك أي سلطة تنحو باتجاه الديكتاتورية أو سلطة ديكتاتورية تبحث عن عدو متآمر لديه غرف مظلمة يحيك من خلالها المؤامرات. دائما يجري تسويق الأمر على هذا النحو. يعني الخطاب اللي انحكى من قبل وطنيين سوريين على قلتهم راح باتجاه انه بده يصير في صدامات اجتماعيه، السلم الاهلي في الاولويه، العداله الانتقاليه ضروريه لكي لا يؤخذ البريء بجريره المجرم. تم تجريم طوائف بقضها وقطيطها في الخطابات اللي شبه رسميه ورسميه. يعني انحكى في الإعلام سخرية من الدروز، سخرية من الكرد، سخرية من العلويين، من أجل تحويل الأغلبية السورية إلى كتلة صماء. وهذا أمر يعني قاتل جدا، أنه تصنع أمة على أشلاء أخرى أو شعوب أخرى أو طوائف أخرى. هذا الأمر يتسبب دائما بنكسات سياسية في سوريا، يتسبب بانتكاس الوضع الأمني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي. نحن بنعرف أن السلطة لا تستطيع الذهاب إلى سيناريو عنفي تجاه الساحل، لا لأنها يعني غفورة ورحيمة وبالها طويل، ولا لأنه عندها الخطة ب اللي هي مفاوضة العلويين بما هم علويين. يعني أصحاب اليوم أصحاب دعوة، ما بدنا نقول قضية، لكن لديهم دعوة يرفعونها لبقية السوريين، اللي هي دعوة التهميش والإقصاء والاستبعاد والطرد الوظيفي والتغيير الديموغرافي والاعتقال والإهانة والخطف. لديهم دعوة ستتحول إلى قضية في لحظة ما إذا لم تتم معالجة هذه الدعوة في قضاء سياسي سوري. يجلس السوريين على الطاولة ويحاكموا هذه الدعوة ويقولوا أنه الجماعة معهم حق في مكان وليس لهم حق في مكان آخر. لكن اللي عم يصير دكتور طارق أنه في نوع من الاستكبار. العالم اعترف بنا، إذن لندهس على بقية السوريين. هذا النوع من الاستكبار الفارغ في دولة مفلسة مفقرة تتحدث عن في المجال العام تلاحقك السباب على الخاص والعام، تتحدث عن ضرورة أنه كلام سياسي تجابه بكلام ما دون الإنشاء وكلام يعتمد على مؤامرات غريبة عجيبة. داخل هذا الجو كيف يمكن للسياسة أن تنتج حلول؟ هذا هو السؤال. أين انكفأت النخب السورية؟ أين اختفت النخب السورية؟ كيف يعالجون هذه المسائل وانتعاش الروح المادون وطنية في سوريا؟ أقصد هنا روح المكونات تحول الطوائف إلى شعوب. اليوم عم تتحول الطوائف إلى شعوب أمام أعيننا، تتحول إلى أثنيات بعد أن كانت طوائف. بعد أن تتحول إلى أثنيات ستحمل قضية شعبها. إذا من الأول الأساس الخاطئ بدأ مع مؤتمر الحوار الوطني. يعني بتقدير بدأ بفكرة تجريم جماعات أهلية كاملة، تجريم المجتمع العلوي والدرزي والكردي وإلى ما هنالك، والتجريم حتى العلمانيين السوريين أو الليبراليين العرب السنة. هذا الجو المشحون بالقلق والخوف والخشية تدفع الناس لانتخاب شخصيات جديدة بدون أن تدلي بصوتها في صندوق الاقتراع. تم الاستهتار بدعوة الشيخ غزال غزال قبل شهرين من الآن. خرجوا الناس سمعوا كلامه، والبارحة لما تحدث أيضا خرجت الناس وسمعت كلامه. الناس يعني ستختار خيارات لا ترغب بها أحيانا، ستندفع باتجاه التعاضد الاجتماعي أو بلغة ابن خلدون باتجاه عصبياتها. لو أن هذه المظاهرة اليوم كانت مكونة من أهالي اللاذقية وطرطوس سنة وعلويين ومسيحيين لما ذهبت الأمور بهذا الاتجاه. لكن نحن أمام فلسفة شارع مقابل شارع. إذا كان النظام ارتكب العنف في مواجهة الناس من أجل لأنه الناس طلبت بإسقاطه، العنف الممارس بحق السوريين اليوم ليس ناجم عن مطالبة السوريين بإسقاط سلطة أحمد الشرع. يا أخي لا يطالب أحد بالسوريين حتى اللحظة في الأدبيات السياسية لكل الأطراف بإسقاط هذه السلطة.
مع ذلك هناك عنف غير مبرر، يعني في شيء فانتازي بالعلاقة بين السوريين، أو بين السلطة وبين مجموع السوري، ما بنقول الشعب السوري. في شيء فانتازي، أنه هناك نوع من تفتيش في النوايا، هناك نوع. مع ذلك هناك نقطة مضيئة يعني تخفف من فكرة عنف النظام أو السلطة تجاه العلويين أو بقية السوريين، أن سوريا اليوم موضوعة تحت البند السابع، مراقبة بالمجسات الأمريكية والبريطانية والغربية والدول العربية الداعمة. كل عنف سيؤدي إلى انتكاسة لهذه السلطة وليس إلى المجتمع. صحيح سيحطم المجتمع السوري أكثر، سيؤدي إلى تفكيك وتجزئة ونوع من تمزيق الروابط الأهلية بين السوريين، لكن مع ذلك سيؤدي إلى محاسبة هذه السلطة تحت البند السابع، وهذا في غير صالح السلطة. يعني بنعرف نحن انه هناك في سوريا، في مجمل سوريا، مناطق سيطرة السلطة، هناك نوع من حكينا عنه سابقا دكتور طارق، التيمار العسكري او الحكم العسكري لجماعات معينة، جماعات عقائدية، جماعات في مكان لصوصية، جماعات مصنفة على العقوبات الأمريكية البريطانية، جماعات عم نحكي عن أخلاط. يعني أن تفشل في إقامة جيش، في تصنيع جيش، كيف ستنجح في بناء أمة أو شعب؟ هاي مهمة صعبة أنا باعتقادي. المظاهرات، وهي ليست نبوءة، يعني هذا مسار تاريخي ممكن قراءته. إذا استمرت السلطة في هذا المنهج، في هذا الخط، راح يكون في مظاهرات أخرى في الساحل، ربما تكون دامية أكثر، ربما تكون أخف وطأة من خلال التعامل معها بشيء من الحكمة، مع أنه لا يمكن في سوريا التعويل على الحكمة. هذا ما تعلمناه في 15 سنة عنف. لا مكان للحكمة في سوريا. الحكمة تجابه بالسباب، بالشتائم، بالغرف المظلمة، بالذباب الإلكتروني. هذا الجو المخيف وقتل المجال العام في سوريا، عملية قتل المجال العام المستمرة من زمن البعث إلى زمننا الحالي، كل هذه الأمور تدفع باتجاه سيناريوهات سوداء. يمكن الحديث عن مظاهرة أخرى، أنا أتنبأ بمظاهرة أخرى. هذا نعم. مؤسف. وإذا تحدثت عن مظاهرة أخرى سيتحدثون هناك أصابع من قبل البعض يدفع باتجاه هذه التظاهرات. يا عمي هذا تنبؤ سياسي، لأن سلوك السلطة المعروف سيؤدي بالناس إلى التظاهر، وقد تخرج مظاهرات مستقبلا في حواضر. الواحد يعتذر عن هذا الكلام، لكن هذا بنكرر وتشريح سوسيولوجي للمجتمع السوري. ستخرج حتى مظاهرات في المتن السني السوري. إذا الحل الأفضل والحل السهل، أو نسميه نحن حل الكسلانين في حل المشكلات، هو الذهاب إلى الحوار الوطني، هو الذهاب إلى المؤتمر العام. لا يوجد في بعض الأحيان أفضل من حلول الكسلان. أعرف تعقيدات المشهد السوري، لكن على الأقل المؤتمر سيجلس المتناظرين إلى بعضهم البعض بحضور هذه السلطة أخي، بحضور هيئة تحرير الشام، بحضور أقصى يمين هذه السلطة، إلى أقصى يمين المكونات السورية الأخرى. ويمكن داخل هذا التفاعل الحديث عن عقد اجتماعي، عن كلمة سواء. لكن مع ذلك يعني أنا لا أزال متشائم، خاصة عم نودع عام كان حافل بالسباب والشتائم والاستقطابات وعمليات القتل والسرقة الموصوفة، والسرقة اللي تمت لكثير من المناطق، والاختطافات وإلى ما هنالك. يعني عنف حدث ولا حرج. وإذا كتب تقرير اليوم، نقطة أخيرة، إذا كتب تقرير عن 2025 في سوريا، سيكون مرعب جدا قراءة هذا التقرير. تقرير حقوقي حيادي. وإذا طالبنا بلجان تحقيق في سوريا، يجب أن تكون اللجان مقيمة في سوريا كنوع من الانتداب الأممي. تبقى اللجان موجودة، لأن المجازر قد تحدث بعد نص ساعة وساعة. هذا جو لا يمكن أن ينتج سياسة، لا يمكن أن ينتج معرفة، لا يمكن أن ينتج نقاشات تشهدها دول الجوار في داخلها بين كتل سياسية وجماعات أهلية. وضعنا مختلف، وضعنا بالويل. مع ذلك يمكن التعويل على أنه لا ينجر مكون إلى فكرة السلاح. هذا أمر قاتل جدا. يجب هجاء السلاح في كل الأوقات. يجب التأكيد على أفكار قد تبدو يعني رومانسية إلى حد بعيد. فكرة الذهاب باتجاه الاحتجاج السلمي، تطوير الأدوات المدنية لمجابهة العنف والقمع وخطاب الكراهية الموجود في سوريا. اليوم عم نشوف ناشطين ضمن حقول المجتمع المدني وحقول المعارضة السابقة لنظام الأسد، عم نشوف كيف عم ينزاحوا باتجاه خطاب شديد الغرائزية، مخيف لبقية السوريين، مخيف لفكرة تشكل
دولة سورية بسيطة على قواعد الاحترام اللي حكى عنها زميلي حسين. اليوم العلوي يطالب بالاحترام، قد يتجاوز مفهوم الاحترام في لحظة ما، والاحترام مش قليل. يعني الكلمة مفتاحية بالنسبة لي. الاحترام ليس قليل. كل نضال الكرد في سوريا كان لأجل احترامهم في دولتهم. تم يعني التقليل من حضورهم وقيمتهم بفترة 2025 أكثر مما جرى خلال 15 سنة. وهذا واحد من المفارقات. حكم جديد يرث مفردات الحكم السابق ثم يطور عليها ويعدل عليها بشكل لا يمكنك تستوعبه. ليش ما بتعرف؟ زميل حسين، إذا بدك تعلق على ما قاله الزميل شورش من عدة نقاط وتحليل يعني متعدد الجوانب للأزمة في سوريا، أعتقد أنه نحن يعني نحتاج إلى عدة حلقات لشرح أسباب هذه الأزمة، لأنه في عدة أوجه، يعني عدة أسباب لها. النخبة، أتحدث عن النخبة لديها دور سلبي للغاية. الإعلام الموجود، حتى الإعلام العربي، يعني يتبنى سردية السلطة تراهن على المكونات والشرائح الدنيا ضمن المكون الأكبر من الشعب السوري. ويعني العلويون كانوا يتهمون بأنهم جزء من النظام السابق وفلول الآن. يعني ما قدمته هذه السلطة في الأشهر 12 الأخيرة ليس بأفضل مما قدمه بشار الأسد وسلطته. يعني أيضا لديها جرائم، وباتت لا تستطيع أن تقول بأنه قدمت شيئا جيدا وسوريا جديدة ولدينا ما هو أفضل ما كان لديكم. يعني الآن العلوي يقول أن قدمتم مجازر وخطاب طائفي وتنازلتم عن أجزاء من سوريا، لستم لا سلطة وطنية ولا يعني عندكم أيضا شبيحة وعندكم إعلام. ترى أنت المشهد، يعني المشهد لديه عدة جوانب فرعيات مهمة للغاية. إذا كان عندك تعليق وإلا ندخل إلى يعني متن البرنامج. أنا بعرف عندك محاور كثيرة بهذه الحلقة أبو طارق، بس أنا بدي أعلق فعلا على شيء طرق له الزميل شورش أيضا. أول شيء مسألة أنه الإعلام الموالي للنظام الحالي العربي أو الدولي، حتى ناطقين سياسيين يعني أو مبعوثين سياسيين في سوريا، أنا عندي يعني طريقة قياس للأمر. كل من يدعم الوضع الحالي في سوريا بالشكل الحالي بكل الكوارث التي فيها وبدون ما يبذل جهد لإصلاحها، هذا شخص أو دولة تكره سوريا. لا يمكن أنه جهة تكن الحب لسوريا، تكن الاحترام لسوريا وتخشى على مصلحة سوريا، وأن تدعم بقاء الوضع على ما هو عليه الآن. يعني أنا أنظر بعين الشك بكل هذا الدعم الذي يتلقاه السلطة الآن، أنه وكأنها نابعة من كراهية، أما سوء حسابات في، يعني إذا في أحسن الأحوال هي سوء حسابات، لكن قد أن تكون يعني فيها نوع من الخباثة، حتى يعني نوع من الخبث السياسي، أنه هي قائمة على كراهية سوريا، على أنها لا تستقر. طريق على عدم استقرار سوريا هو التركيز على دعم السلطة الحالية وعدم الضغط عليها من أصدقائها، من داعميها، من دول الكبرى التي تدعمها. عدم الضغط على هذه السلطة لكي تبني دولة، أسس بناء دولة واضحة معروفة أن تشمل الجميع. فهي قائمة على لا أريد أن أقول أنه هي مؤامرة على سوريا، لكن هي على لا مبالاة على مصير هذا الشعب. لا مبالاة، قد تكون لا مبالاة، والأسوأ أنه قد تكون كراهية لهذه البلاد، كراهية لسوريا. بالنسبة لموضوع النخب، هم يعني للأسف هم تحولوا إلى أداة في مشروع، مثل ما قلت أنه هو كراهية للوطن نفسه، لهذا البلد نفسه، أنه أن لا يستقر أو لا يهمهم أنه يستقر، وطريق عدم استقراره هو بقاء الوضع على ما هو عليه. طيب، إذا كان
اذا كان الاستقرار، يعني هو في كثير ناس للاسف منهم بيطرحوا نفسهم كمفكرين وبيكتبوا جنب اسمهم، والاخرين يعرفوهم كفيلسوف وكذا، كمان ايضا يدفع الامور باتجاه بقاء الوضع على ما هو عليه، كانه هو افضل حال، بقاء الوضع على ما هو عليه. فبالتالي انه اي احد يفترض اذا كان قلبه على السلطه نفسها، ينبغي انه يضغط باتجاه انه فتح حوار مؤتمر سوري عام تبنى فيها البلاد من جديد. يعني كان المؤتمر الدستوري، كان طبعا مثل ما حكى زميلي شورش، يعني فيها اتفق فيها معه، انه المشكله بدات بالاعلان الدستوري اللي هو كان بعد اتفاق 10 اذار اللي استبشر فيه السوريين بالخير يعني طبعا. جاء الاعلان الدستوري ينفي بنود الاتفاق 10 اذار. طيب اذا الاعلان الدستوري ينفيه، ما قيمه هذا الاتفاق؟ شو ضل قيمه من هذا الاتفاق لتطبيقه يعني؟ وحولوا بنوده، بنود اتفاق 10 اذار مثلا، لبنود استسلام. متى قصد تسلم حالها؟ اوكي، يعني قصد تسلم حالها. يعني هو في 8 بنود في الاتفاق، نسيوا البنود كلياتها وجاءوا على مسألة الدمج، انه انت المطلوب اتفاق 10 اذار تسلم سلاحك. يعني ما يعني حتى مش قارين بنود الاتفاق 10 اذار، يعني لانه اعلام اللي عم يضخ مواد هائلة حول اتفاق 10 اذار. يعني بفترة ما عملت مثل جرد او احصائية، ما الذي يحكى عن اتفاق 10 اذار في هذا الاعلام؟ يحكى عن بند واحد فقط، عن تسليم السلاح والتفكيك قسري. طيب يعني شو هذه السلطة المثالية اللي موجودة حتى الواحد يسلم سلاحه لهذه السلطة؟ هل يعني هذا الأمر يتطلب تحقق الدولة؟ شرط أساسي له أساسا، شرط الاندماج أنه يكون في دولة موجودة، دولة تمثل الجميع، دولة دستورية. يعني مثل ما قال السياسي الدار خليل، كان في له تصريح من فترة، كان تعليق على كلام لأحمد الشرع انه الاكراد في قلوبنا. يا عمي ما بدنا نكون في قلوبك، بدنا نكون في الدستور وفي الجيش وفي مؤسسات الدولة. هذا هو الجواب على هذه الطروحات. بالنهاية في المحصلة، آه، استقرار سوريا لن يكون إما سوريا أن تدخل عن مرحلة حرب أهلية جديدة، أو بقاء الوضع مقسما ومشلولا، البلد مشلولة تماما، يعني بعيدا عن بروباغندا اللي بيعملوه او المقالات المدفوعه ببعض الصحافه انه سوريا الدوله الاكثر نجاحا في عام 2025 لما طلعت مقالات مدفوعه، او يعني تحقيقات صحفيه قائمه على العلاقات العامه معروفه فيها بالصحافه الدوليه، يعني هذه الشغلات، بدون جلوس احمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، ومع الشيخ غزال ومع الشيخ الهجري، لن تستقر البلاد. هذا هو الطريق الوحيد. المشكلة أنه يعني يتم الدفع باتجاه تجريم هذه الأطراف، وبالتالي السلطة أعتقد تخاطر أيضا، أنه في لحظة ما لن يكون أمامها طريق سوى الحوار مع هذه الأطراف، لكنها قد لا تكون قادرة أمام الضخ عفوا على هذه الكلمة، تغذيتها للهمجية في التعامل مع هي الأطراف. يعني كيف رح ترجع تخاطب الناس اللي بينزلوا لبت وبدهم يهاجموا على الجزيرة، اللي السلطة هي نفسها اللي عم تنزلهم أو تحرضهم وتستضيفهم وتوفر لهم مساحات إعلامية واسعة، توفر لهم ساحات. طيب أنت في لحظة رح تكون فيها مضطر انك توقع اتفاق مع هؤلاء الناس اللي انت تتهمهم. يعني قد يكون صعب عليهم، يعني في تربيه هي الثقافه، في ظل تربيه والضخ على هي الثقافه اللي ترفض الحوار اصلا، في لحظه ما انه السلطه اعتقد راح يكون امر ثقيل جدا عليها انها توقع على اتفاق لاستقرار سوريا وبناء دوله في سوريا، وقد تبقى سلطه ميليشيات مثل ما هي الان. نعم. زميل شورش، ندخل في صلب الموضوع. يعني الحصاد في 2025
آه، حصل طبعا تطورات كثيرة جدا تهمنا في سوريا وفي تركيا. لكن هناك من دائما يعني عندما يتم عرض هذه التطورات والحديث عن المتغيرات التي حصلت، يتم الإشارة إلى 7 أكتوبر أنه هي الحادث الفصل الذي أسفلت كل تداعياته عن هذه التغييرات يعني في سوريا وفي تركيا وفي عموم المنطقة. أنه هذه الحادثة غيرت وجه المنطقة. آه، أنت يعني كيف قرأت 7 أكتوبر؟ وهل فعلا هي التي يعني أسفرت هي وتداعياتها عن كل هذه التطورات التي نشهدها في سوريا وتركيا، ويعني التطورات في البلدين تهمنا نحن ككرد الدرجة الأولى؟ يعني هلا المنطقة تغيرت، العالم تغير بعد الحرب الأوكرانية الروسية. هذا حدث مفصلي دفع روسيا للانكفاء داخل سوريا. كان عليها اختيار منطقة بين منطقتين: أن تبقى داخل الصراع الأوكراني أم تشتت قواها في العالم، يعني في ليبيا وسوريا وفي النيجر ومناطق أخرى. هذا الضعف الروسي دفع الحضور الإيراني داخل سوريا بشكل كبير جدا. لكن اللي حصل بعد 7 أكتوبر، الحدث الثاني العالمي خلال أقل من 3 سنوات، تتحول عملية حرب غزة إلى حرب إقليمية متعددة المستويات. هذه الحرب أضعفت إيران، أنهت الحضور الشيعي منذ 1979 إلى لحظة البيجر ومقتل يعني عناصر حزب الله، وفيما بعد اغتيال قياداته المفتاحية أو زعاماته التاريخية. ثم الضربة التي وجهت لإيران، حرب ال 12 يوم، حرب حزيران. هي المسائل أضعفت المحور الإيراني إلى درجة لا يمكن التصور، ودفعت باتجاه القوى اللي تقف في النقيض من المشروع الإيراني، اللي هي القوى السنية في المنطقة. داخل هذا الجو سقط نظام بشار الأسد بالنقاط وليس بالضربة القاضية كما يتم تصور ذلك. لكن الذي قطع الأكسجين عنه كانت معركة ردع العدوان، يعني كانت قطعت الأكسجين عن هذه السلطة المتعفنة المهترئة. وبالمناسبة كمان يعني لازم ما نخلط أنه أي انتقاد لسلطة اليوم يعني امتداح لسلطة الأمس. يعني سلطة اليوم أيضا لديها كثير من القسمات الأسدية، من خلال دائرة تحالفات غير مفهومة. تحالفها مع تركيا على سبيل المثال، تفريط بفكرة السيادة السورية وسيادة القرار السوري، تفضيل السياسات الخارجية التركية على حساب سياسات سورية مستقلة. سوريا بعد 7 أكتوبر أصبحت تسبح في فلكين: انتهت إيران، صار في فراغ كبير. كان في أذرع إيران في سوريا، اليوم هناك أذرع تركيا في سوريا، وبدلالة ما حدث في الشيخ مقصود ويحدث في حلب هناك أذرع تركية نشطة قوية قد تتجابه في لحظة ما مع إسرائيل. نحن نعرف أن إسرائيل فضلت أهدافها في سوريا كانت دائما حزب الله والميليشيات التابعة لإيران، بما في ذلك إمبراطورية الحرس الثوري. اليوم قد تصبح الميليشيات داخل وزارة الدفاع التابعة لتركيا والموالية لتركيا هدف لهذه الضربات الإسرائيلية. وبالتالي إذا لم تستقم السلطة بإعادة هيكلة وزارة الدفاع وفكرة الأمن والذهاب باتجاه نظام لا مركزي في سوريا، فإنها ستتواجه على الدوام مع إسرائيل. يعني هذا كله من مفرزات 7 أكتوبر. وبالتالي تغيرت المنطقة، تغيرت سوريا، ليس مع 8 ديسمبر وسقوط نظام بشار الأسد، كانت قد تغيرت مع فكرة 7 أكتوبر أو نتائج عفوا 7 أكتوبر. الذهاب إلى البيت العربي، ذهب بشار الأسد أيضا إلى الجامعة العربية، استعاد مقعد سوريا، ذهب إلى جولات خليجية، الكل تحدث عن إعادة تعويم النظام خارجيا. الغرب بدأ يعني يفكر بفكرة الطلاق السوري الإيراني. تحدث العرب عن خطوة مقابل خطوة، خطوة بمعنى يخطيها بشار الأسد بعكس اتجاه طهران تؤدي إلى ذهابه باتجاه البيت العربي.
شعر نظام الأسد أن هناك نوع من النشوة، بدأ يتخفف من الحضور الإيراني داخل سوريا المكلف، واللي تسبب بحالات قصف عجيبة. يعني منا قصف مقر إقامة ماهر الأسد على طريق دمشق بيروت، قصف إسرائيلي، كانت رسالة تشبه رسالة قصف مبنى الأركان في دمشق بزمن الشرع. وبالتالي إسرائيل تقول دائما أنا موجودة بالملعب السوري، لا يمكن أن تتحول سوريا إلى ذراع تركي بعد أن كانت ذراع إيراني. هذه المسائل هل تستطيع دمشق أن تتخلص منها؟ أعتقد بأن جزء من الإجابة يكمن في درجة توافق دمشق مع السياسة الأمريكية. والسياسة الأمريكية في سوريا تقوم على عدة قصبات أو عدة أعمدة، منها القطع مع الجهاد الأجنبي والداخلي، مثل قرار مجلس الأمن ب 6 أكتوبر الماضي اللي بيحكي لنا عن أنه يجب التخلص من محاربة القاعدة وداعش، وأضاف إليهم المقاتلين الأجانب، أن تقف الدولة السورية بحزم ضد المقاتلين الأجانب. السلة الأمريكية وسعت، هناك سلة أخرى اسمها الإخوان المسلمين اليوم، قد تشملهم بعض العقوبات الأمريكية والبريطانية والغربية، وبالتالي هناك تثقيل لملف المقاتلين الأجانب والاتجاهات المتطرفة داخل سوريا أو المتشددة. المسألة الثانية اللي تقف عليها السياسة الأمريكية في سوريا هي التفاهم والتفاوض مع قسد. يعني اتفاقية 10 آذار بالنسبة للولايات المتحدة هي إكسير بقاء لهذه السلطة، يعني عليها أن تشرب هذا الكأس كي تبقى، وإلا ستذهب إلى نزاع مسلح، وإلى تجريب سياسات مجربة في السويدة وفي الساحل وما أنتجت غير الخراب والفشل. تجريب أن تقود فزعات باتجاه شمال شرق سوريا سيكون أمر محطم لهذه السلطة. تجريب سياسات عنفية باتجاه الساحل والذهاب باتجاه سيوقع سوريا تحت البند السابع. سيوقظ أيضا بعض الأطراف الإقليمية والدولية مرة أخرى لتتدخل بالملف السوري، يعني فرض شكل من أشكال الانتدابات الخارجية وتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ. بمعنى كل ذلك جرى ويجري بعد 7 أكتوبر، يعني هي اللحظة الفارقة في تاريخ سوريا قبل 8 ديسمبر. وعليه بناء على هالمعطيات وربما يكون شرح بسيط لما جرى خلال الفترة الماضية، يمكن قراءة العام السوري 25 على أنه هو عام ارتباك سياسي في السياسات الإقليمية والخارجية. هناك سلطة تعت بمحاربة الإرهاب ولا تفي بذلك، هناك سلطة تعت بالوصول إلى اتفاقية أمنية مع إسرائيل ولا تستطيع الذهاب بهذا الاتجاه، هناك قوى اعتراضية داخل هذه السلطة، قوى اعتراضية ضد الاتفاق مع قسد، قوى اعتراضية من فلول البعث المتواجدين في هذه السلطة. يعني في شيء ما عم نحكي عنه بالإعلام، أنه هناك بعثيين بدون بعث، بدون حزب البعث، موجودين في السلطة وفي الإعلام وإلى ما هنالك، يبحثون عن عدو ليصرفوا النظر عن مشكلاتهم المزمنة وخدمتهم الطويلة في زمن بشار الأسد. نشاهدهم على الفضائيات، هم الأشد مضاضة في الحرب على قسد، الحروب الإعلامية على الدروز والعلويين، يصرفون النظر. إذن على السلطة أيضا أن تعالج ملف هؤلاء. يعني بنلاحظ نحن بيطلع حدا من هيئة تحرير الشام بيكون كلامه أكثر مسؤولية من كلام بعثي سابق استتاب، لا نعلم كيف استتاب، لم يتنصل من ماضيه، يخرج على فضائية فلانية، يحمل رتبة عسكرية، يعني حالة أيضا يجب التوقف عنده من الحالات السورية التي ظهرت في 25. بالمختصر، آه، هل ستفي سوريا دمشق بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة؟ هذا هو السؤال الكبير. هناك مفاوض إسرائيلي جديد اليوم على الخط، يعينه أمني، يعينه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هناك تفاوض مع قسد يتم تأجيله والتهرب منه بطريقة أو بأخرى. ولعبة إلقاء اللوم لا تقنع وسط في سوريا أن قسد تتهرب من التزاماتهم، لكن هل يقنع هذا الشيء توم باراك وكوبر وقيادة البنتاغون على الأرض في شمال شرق سوريا؟ هل يقنع واشنطن؟ أنا في اعتقادي هذا كلام للاستهلاك المحلي. أنه يمكن ما بنفضل استعمال هذه العبارات استهلاك محلي، لكن حقيقة الأمر أنه هذه البضاعة تباع للسوريين، تباع لجمهور هذه السلطة الذي نما بطريقة غريبة جدا، ويعني فاق حضور حزب البعث في أوج قوته، فجأة صار يمثل اتجاهات كبيرة. المشكلة الأساسية تبقى أيضا في أنه نظام البعث
كان يسيطر على المجال العام. اليوم نحن أمام ذبح المجال العام في سوريا، يعني إنهاء فكرة المجال العام اللي هو الحوار السياسي، وظهور أحزاب سياسية، ظهور تيارات سياسية، ظهور نقاش جدي لا يحمل الإسفاف والسباب والشتائم والتخوين والدعوة إلى الكراهية والقتل. في لحظة سعيدة ما قد تكون مفارقة أقولها هنا، أنه يتوجه الشرع لبناء حزب سياسي يلم كل الاتجاهات التي تؤيد اليوم، وليتبارز السوريين حزب بحزب. أفضل من أنه يتبارزوا شارع مقابل شارع، أفضل من أن تقود الناس اليوم تذهب وتلتحف بالشيخ غزال غزال. يعني هناك طائفة من العلويين، قسم من العلويين يرفض هذه الصيغة الدينية أيضا، أنه يأتي برجل دين مقابل رجل دين. هذا أمر يعني يفخخ السياسة في سوريا ويفخخ المجال العام. إذا يجب العودة خلال الفترة المقبلة إلى فكرة صياغة المجال العام مرة أخرى، بناء على الثلاث مسائل: تخليص الجامعة من حضور وثقل حزب أو عفوا جماعة السلطة، تخليص الإعلام من خطاب السلطة، وأخيرا تخليص الجيش من فكرة هذه السلطة. هاي الفضاءات الثلاثة إذا تم تأمينها يمكن نزع فتيل اللغم الذي تدوس عليه كل سوريا اليوم. نعم. سمير حسين، 7 أكتوبر وتداعياته السورية والتركية، ولو هيك بس تركز على الوضع التركي يكون كويس. آه، آه، طبعا انا كنت بدي ابدا اساسا بالوضع التركي. يعني اللي صار في 7 اكتوبر، آه، انا اعتقد هو اللي انهى الربيع العربي. يعني بمعنى في حقبه كانت موجوده، كل السياسات الاقليميه مبنيه على الربيع العربي. بمعنى الحرب الاهليه اللي موجوده في سوريا واللي في ليبيا وفي اليمن، يعني كل شيء مرتبط يعني اكثر من حوالي 12 عام. 12 عام هي سياسات مرتبطه بالربيع العربي. 7 اكتوبر قطع هاي الصله. يعني صار في عندنا سياسات اقليميه جديده تبنى على ارث بعض الدول ارثها صفر فيها كان. ارث هذه السياسات ومنها تركيا. تركيا وجدت نفسها فجاه انها بدها تبني سياسات اقليميه بدون ايران، بمعنى بدون الركيزه الايرانيه، التوازن اللي بتعمله ايران. واساسا يعني قوه تركيا هي يعني وجدت لنفسها وظيفه. اول شيء كانت وظيفه مع حلف شمال الاطلسي على مدى اكثر من 50 60 سنه، وكان اساسا الاعتراف باسرائيل. اساس ورقه دخولها لاحقا لحلف شمال الاطلسي كان اعتراف تركيا بدوله اسرائيل ومشاركتها بالحرب الكوريتين ب 53. ب 7 اكتوبر والمرحله اللي تلتها، انهارت نظريه طرحتها تركيا وصاغها احمد داوود اوغلو بكتابه العمق الاستراتيجي. لما حدد خطوط القوه في الشرق الاوسط، ربطها بثلاث دول اللي هي ايران وتركيا ومصر، اللي هي خطوط القوه الرئيسيه. اللي ما دونها خطوط القوة الفرعية اللي تبنى، لكن لازم تعتمد على واحدة من هذه الدول الثلاثة الكبيرة اللي هي الدول الفرعية، اللي هي السعودية، سوريا، العراق. هذه الدول الثانية، وأيضا في فروع داخل هذه الدول يعني ومنها أقاليم شبه دولة مثل إقليم كردستان العراق كان موجودة فيها، ما دون الفروع اللي موجودة. هلا هذه النظرية مبنية، بنت عليها تركيا سياسة خارجية كاملة حتى بعد أحمد داوود أوغلو، بعد الإطاحة فيه من السلك التركي كاملا، يعني من السياسة التركية بقيت موجودة. ما أثبتته إسرائيل خلال ما بعد 7 أكتوبر، أو خلينا نسميه فشل حماس. فشل حماس في محاولة 7 أكتوبر أنهى، دمر هذه النظرية تماما. يعني أولا أنه ثبت أنه الأتراك أو هاي النظرة الاستراتيجية متجاهلة أو قللت من قيمة ما يمكن أن تفعله إسرائيل في فراغ قد يحدث في المنطقة، وأنه هي بنفسها قادرة، دولة قادرة على خلق فراغ. يعني الفراغ 7 أكتوبر
ما كانت نتيجة فراغ، لكن الرد الإسرائيلي، الهجوم الإسرائيلي المضاد ترك فراغ في المنطقة. آه، لم يربك فقط الدول اللي موجودة على يعني الدول الثلاث ركائز الاستراتيجية في الشرق الأوسط اللي هي مصر، إيران، تركيا، لكن ضرب هي النظرية في العمق. صار في تفاوت حتى في القوة، تفاوت في الحضور، لأنه الفراغ اللي خلقته إسرائيل بهجومها المضاد في الشرق الأوسط، فلسطين، وإتاحة المجال السلطة السورية الجديدة أنا شن هجوم على. أعتقد في يمكن مشكلة بالصوت سامي حسين. شوف الميكروفون هلا. ايوه، العفو هو كويس الفارق تمام. كويس. اوكي. اعتقد في الفراغ اللي خلقته اسرائيل في المنطقه كان اكبر كثير من قدره تركيا ان تملأه او ان تكون اصلا جاهزه للتعامل مع هذا. انا بدايه تفاجأت تركيا بالرد الإسرائيلي، بالاقتدار الإسرائيلي. بالضبط، يعني الاقتدار الاسرائيلي و... آه، اسرائيل يعني من 50 سنه، او خلينا نقول سياساتها المبنيه في الشرق الاوسط مبنيه على عدم التصادم المباشر مع ايران، لان في قوة مرتبطة بين ايران وتركيا، اثنين عندهم قوة طائفية مرتبطين فيهم. لكن لاحظ انه في سوريا خلال ال 14 سنة اللي كانوا موجودين فيها بجوار بعض، لم يقتل جندي تركي برصاص ايراني مباشر، ولم يقتل جندي ايراني برصاص جنود اتراك بشكل مباشر رغم التجاور. هذا الشيء طبعا له معنى، يعني في خط احمر انه الوكلاء فقط يتقاتلون. هذه هي بناء العلاقه بين الاتراك والايرانيين، هي وكلاءنا يتقاتلون، نحن لا نتقاتل. والعلاقات الاقتصاديه، يعني حتى في عز الصدام في سوريا بين ميليشيات ايران والميليشيات التركيه، العلاقات الاقتصاديه كانت تزدهر بشكل اكبر. فالفراغ الحالي اللي تركته اسرائيل، اللي خلقته اسرائيل في المنطقه كلها، آه، كان عبء على تركيا. أنا في الأيام الأولى في سقوط النظام لما رفعوا علم تركي على قلعة حلب، أنا كتبت يوميها المقال نشرت في المركز الكردي للدراسات عن أنه تم تحميل، يعني يتم تحميل مضامين أكبر من الحقيقة لرفع العلم التركي على قلعة حلب، ويتم الإيحاء أنه تركيا وراء هذا الأمر كله برمته. انا نظرتي يعني كمراقب للسياسه التركيه ايضا، لا اعتقد حتى ان تركيا هي العقل المدبر لمعركه اسقاط النظام. هي كانت احد المشاركين، ويمكن تكون انه احد المشاركين حتى المتاخرين، لانه النتائج اللي عم نشوفها حاليا، حتى جهه تاثير تركيا على السلطه الحاليه، هي مستثمره في الفراغات اللي موجوده في السلطه نفسها. الفراغات اللي موجوده لانه الجانب العربي اللي هو له حضور أقوى في استخدام هي السلطة، تارك فراغات سياسية. يعني ما ترجم دعمه لسلطة أحمد الشرع كنفوذ سياسي، ويكون له رجال في الحكومة في وزارة الخارجية ووزراء، ما موجود حتى الآن هذا الحضور. وهذا الشيء يعني غريب فعلا. هذه الفراغات هي اللي عم تتحرك فيها تركيا حاليا، ويهيأ وكأنه هي اللي تدير رأس النظام. أنا أعتقد في يعني من عام 2025 بالكامل هو عام صراع على السلطة السورية. يعني أدنى من أنه يكون صراع على سوريا، صراع داخل السلطة، يعني بين القوى الإقليمية داخل السلطة الحالية. يعني في المحصلة، يعني 7 أكتوبر تأثيراته الحالية على تركيا، يعني أعتقد واضح أنه هي مزيد من التهميش والحصار. هي ما لها حضور في غزة حاليا حتى بالحلول اللي جاية. ما قدرت، يعني لم تستطع التقدم في العمق السوري حتى كحضور عسكري، حضور أمني، اللي هو أهم بكثير من أنه حضور سياسي يكون له مكتب استخبارات
أحد فنادق دمشق ولا بأي مكان يعني. حضور أمني ممنوع. اليد العليا في الشرق الأوسط ما زال لإسرائيل. وأعتقد مفاعيل 7 أكتوبر في أكتوبر القادم في انتخابات في إسرائيل. لو نجح نتنياهو في البقاء، وضع تركيا رح يكون صعب جدا بالمعادلات اللي حاليا. لذلك في دول آه، اللي هي تعمل ضد نتنياهو. في كثير قرارات مؤجلة، ملفات مؤجلة في حتى في سوريا، بانتظار الانتخابات الإسرائيلية، بانتظار أنه وفي دعم أيضا للمعارضة الإسرائيلية. في دول وجهات متضررة من السياسة الإسرائيلية الحالية تحاول بكل قوة بكل أدواتها الدبلوماسية والمالية أن المعارضة الإسرائيلية على أمل أنه تنتصر في الانتخابات المقبلة. وبالتالي أعتقد في ملفات كثيرة جدا في سوريا مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، وسيتم المراوحة في المكان حتى تتضح النتيجة، لحتى إعادة رسم يعني تستطيع تركيا إعادة رسم تدخلها أو توغلها في سوريا. نعم. من حبس أنفاس إلى أن تتم الانتخابات الإسرائيلية، لأنه الأوضاع ستتغير. يعني الاقتدار الإسرائيلي ربما يترجم إلى يعني أحداث أكثر فاعلية وحسما في المنطقة. عندنا 7 دقائق. زميل شورش، هل أثرت 7 أكتوبر على الوضع في تركيا؟ دفعت تركيا إلى طلب يعني لقاء مع القائد الكردي عبد الله أوجلان لحل القضية الكردية، ثم جاء يعني الإعلان 27 فبراير، وبعد ذلك مؤتمر حزب العمال الكردستاني في مايو، والتطورات المتلاحقة إلى وقتنا هذا يعني. وهل تركيا ما زالت تتمسك بالحل أم أن يعني القبضة تراخت والتهديد الإسرائيلي قل يعني؟ هلا النفوذ التركي تراجع أيضا مع 7 أكتوبر في المنطقة. من مصلحة تركيا كان البقاء على النظام الإقليمي القديم، أن وجود إيران في المنطقة ووجود تركيا يؤمن شيء من التنافسية. تركيا تستفيد من هذا الحضور الإيراني، وبالتالي تستفيد من الأوفر، من العرض الأمريكي المقدم لها، الغربي المقدم لها لمواجهة خطر إيراني مستقبلي. اليوم الخطر الإيراني تراجع. كانت تركيا تدرك أن خروج إيران من الملعب السياسي في الشرق الأوسط سيعني أن تركيا ستتحمل وحدها وزر تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها إيران. داخل هذا الجو في خوف تركي من أنه تصبح هي الهدف الثاني لإسرائيل، ليس هدف بمعنى الضربات العسكرية المباشرة، إنما حروب الشطرنج. يعني واحدة مرقعة الشطرنج هي سوريا. اليوم تركيا أمام سؤال كبير: هل تريدين كل سوريا؟ هذا مستحيل. جزء من سوريا، أي جزء تفضلين ولأجل ماذا؟ هل تريدين الانتفاع والاقتصاد في سوريا؟ من سيدفع في بلد متضرر؟ الخليج لن يدفع لجيوب التركية داخل سوريا، والاقتصاد السوري لا يستطيع أن يشكل رافعة للاقتصاد التركي. يعني ما بدنا نسميه المنهار، إنما المتراجع إلى درجة يعني انه الليره اليوم تعبير عن السياسات الحكوميه. الليره التركيه تعبير عن التضخم، عن سياسه القروض الخارجيه، السياسات الماليه التركيه. وبالتالي انا اعتقد بانه امام اردوغان وليس تركيا، امام اردوغان خيارين: اما الذهاب الى مواجهه اسرائيل بالطريقه الايرانيه لكن بوسائل اشد ذكاء، وهذا صعب جدا لانه لا توجد تغطيه لتركيا داخل المنطقه، ليس لديها أذرع سوى في سوريا وتحديدا في حلب. يعني أذرعها لا تمتد حتى إلى حمص، لا تمتد إلى تدمر، لا تمتد إلى الجنوب السوري. هذا واحد. هي مواجهة غير متكافئة مع تل أبيب. أيضا الملف القبرصي لاحظنا أنه في تراجع لسياسات جمهورية قبرص المستقلة لصالح الفيدراليين، وبالتالي هذا يعزز فكرة الدولة الفيدرالية في قبرص لصالح القبارصة، وبالتالي لصالح اليونان وإسرائيل.
داخل العراق أيضا تراجعت الكثير من المشروعات الربط السككي، قناة جافة أو قناة تنمية مع تركيا، تراجعت إلى درجة أنه كان لافتة رفعها السوداني مع أردوغان في سبيل إقامة نظام اقتصادي تدخل عليه إيران. يعني إيران تحدثت عن إمكانية أن يكون هناك جزء من هذا المشروع الربط السككي أو القناة جافة يمتد حتى إيران. كل ذلك ذهب أدراج الرياح بعد 7 أكتوبر. الطريق الثاني المسموح به لتركيا هو الذهاب إلى سلام مفتوح مع إسرائيل، والتنصل من السرديات الكبرى التي رفعتها عن العدو الصهيوني وإلى ما هنالك. وهذا خطير جدا أيضا على سلامة السلطة. هي سمنت آصرة اجتماعية وانتخابية قائمة على فكرة عداء إسرائيل. وفي الحالتين المجابهة أو المصالحة هناك خطر حال مباشر على هذه السلطة، السلطة التركية. أنا باعتقادي لنراجع 7 أكتوبر. أردوغان كان جاد جدا بلقاء بشار الأسد، يعرف بأن الوافد الجديد إلى قصر الشعب لن يكون رجل تركي، سيتبع بالمحصلة المنتصرين من حرب 7 أكتوبر، والمنتصرين هنا هي إسرائيل وهي أمريكا اللي انتصروا بحرب 7 أكتوبر وحرب إيران، حرب ال 12 يوم. وبالتالي الوافد الجديد في دمشق سيخاف ويخشى ويتبع السياسة الأمريكية داخل سوريا. لكن تركيا تريد المحافظة على مع دول نافذة في المنطقة على كتلة وزارية وكتلة نفوذ وكتلة مال وأعمال وميليشيات داخل سوريا. لكن هل هذا يبني سياسة تركية مستقرة داخل سوريا؟ أستبعد. ولاحظنا أنه هناك ترشيحات إسرائيلية بأن العدو المقبل هو تركيا، واللي بدنا نواجهه مستقبلا داخل سوريا هي تركيا. وهذا كلام مخيف لأنقرة. لو أن بشار الأسد وافق على لقاء أردوغان، لربما دعم أردوغان ودعم سلطة بشار الأسد ليحل محل إيران بطريقة سلسة وهادئة، فتصبح الميليشيات مثل ما قال يشار جولار وزير الدفاع التركي. هذه الميليشيات الفصائل، كان يقصد جماعات الجيش الوطني، ستكون جزء من الجيش السوري، بمعنى ستكون في إمرة بشار الأسد. لكن يبدو المجسات السورية في أنقرة كانت ضعيفة، لم تفهم لحظة التحول التركي. هذا أساسي. ويبدو أيضا أنه كان في خطة خداع كبيرة لبشار الأسد. لكن أردوغان كان يعرف بحسه السياسي وبدهائه، يعرف أن المتغير كبير جدا، وأن ما بعد 7 أكتوبر لن يكون كما قبل 7 أكتوبر. لأجل ذلك ذهب إلى آخر الخيارات المرة، وتجرع كأس السم من خلال القبول بعملية سلام أطلقوا عليها تسميات غريبة عجيبة لأجل أن تهتز، لكن لم تهتز. مع ذلك يمكن الإصرار على فكرة أنه السلام في تركيا هذه المرة، ونتيجة التغير، يعني تغير ستاتيكو المنطقة كله تغير من الحرب الباردة إلى اليوم، ما تغير بهالطريقة بعد 7 أكتوبر. ممكن جدا تركيا تذهب إلى فكرة تغيير قواعد اللعبة الداخلية، فكرة الاعتراف المتبادل القانوني والدستوري واللغوي والثقافي داخل تركيا. لكن هذا بحاجة إلى نضالات طويلة طبعا، لن يحدث في ليلة وضحاها. لكن الكرد حددوا الناطق باسم عملية السلام، المتحدث باسم عملية السلام، المفاوض الأول بالنسبة لهم. لكن تركيا في المقابل ليس لديها ناطق رسمي باسم عملية السلام. هناك تعدد في وجهات النظر متباينة جدا. هناك من يريد نسف هذه العملية، هناك من يريد يؤيدها، وهناك من يدافع عنها اللي هو أقصى اليمين التركي دولة بهجلي. إذا تركيا في لحظة خلينا نسميها في لحظة التحول، وخاصة أنها في اللحظة الترامبية. يعني تركيا بتعرف جيدا بأن عملية السلام هي الحالية هي جزء من عمليات سلام سابقة. بتعرف أنه اللي حصل من لقاءات أو من طلبات بتريوس، جنرال بتريوس قائد الجيش الأمريكي في العراق، عندما كان يخاطب حزب العمال الكردستاني للإفراج عن جنود أتراك، تعرف أن العلاقات كانت يعني موجودة بين الولايات المتحدة وبين المقاتلين الكرد. وتعرف أنه بعمليات السلام كلها، كل عمليات السلام باركتها الولايات المتحدة. الآن في اللحظة الترامبية، أنا كتبت مقال في المركز الكردي اسمه اللحظة الترامبية، اللي تشبه لحظة ويلسون بفكرة حق تقرير المصير. اللحظة الترامبية أيضا بتاخذنا إلى فكرة إنهاء النزاعات بدون لجوء الولايات المتحدة إلى الضغوط العسكرية أو الاقتصادية. تركيا تعرف بأنها مضطرة إلى تجرع كأس السم. هذا أمر جيد طبعا، ويشوفوا فيه الشفاء، يعني نخلص من نزاع
مسلح عمره 40 سنة وتكراري دائري يكرر نفسه في كل حين. باعتقادي تركيا لا تزال طرف قوي إذا أرادت أن تغير سياساتها، لكن إذا ذهبت إلى مواجهة إقليمية مفتوحة ستخسر شركائها الغربيين، ستخسر حضورها داخل الناتو، ستحدث مراجعات في الاستابلشمنت الغربي القائم على فكرة رعاية إسرائيل، وأيضا مع خصم إذا تم تجديد انتخابه مثل ما حكى صديقي حسين، يعني إذا جرى انتخابه في أكتوبر لبنيامين نتنياهو، على جميع الأفرقاء في المنطقة شد الأحزمة مرة أخرى، نعم. لأنه مفاعيل 7 أكتوبر لن تنتهي. نعم. زميل حسين، يعني الواضح أن العقيدة الإسرائيلية الجديدة تعتبر تركيا عدو لها. لجنة ناقل أيضا قالت هذا الكلام. تم رفع الميزانية العسكرية 4 مليارات زيادة يعني. والتحالف الآن مع اليونان وقبرص، ونتنياهو قال نحن منعناهم أنه يتوجهوا إلى داخل سوريا، ضربنا قواعد، يعني قال بصراحة ضربنا قواعد لهم، والطائرات الإسرائيلية وصلت إلى حدود الإسكندرون. يعني مجموعة من الإشارات تدل بأن تركيا على رأس القائمة. في 3 دقائق بس، ما الذي سيحصل؟ وهل يعني يؤثر سلبا أو إيجابا على تطورات الملف الكردي داخل تركيا؟ هلا أنا بدي يعني أخذ موقع مسؤول تركي عم بيشوف ماذا يحدث في المنطقة وبناء عليه يقرر. يعني نحن شايفين الوضع الإقليمي العام، الإقليم الأوسع خلينا نسميه بالمنطقة. في تحولات عم تصير، آه، يعني مو بس في جوار تركيا، خلينا نسميه هو الواقع الكردي اللي موجود في شمال شرق سوريا، في روجافا، في باشور، في جنوب كردستان، في الملف الكردي العام. خارجه لو أي مسؤول تركي يشوف الخريطة والأحداث اللي عم تصير خلال الشهر الماضي فقط مثلا، آه، راح يشوف في 3 دول عم تتفكك. في عندنا اليمن، في الحراك الجنوبي الحالي اللي هو الخلاف معه صاير بس انه هل يسيطر على حضرموت والمهرة ولا يكتفي بالمحافظات الجنوبية التقليدية في مشروعه الاستقلالي. يعني الخلاف باقي على محافظات مع المملكة العربية السعودية. في عندنا في السودان اللي الانتكاسات اللي تعرض لها عبد الفتاح البرهان وجماعة الإخوان في داخله أمام قوات الدعم السريع بهالحرب الأهلية القاسية جدا اللي داخلها دول ثانية حتى دول إقليمية من بجواره، سواء تشاد أو إثيوبيا أو مصر. الكل عنده مصالح متضررة. في الصومال، الاعتراف الإسرائيلي بجمهورية أرض الصومال اللي ما اعترفت فيها أي دولة، واجاهم ورقه رابحه جدا يعني واللي هي اسرائيل تفتح علاقات مع اسرائيل، اللي الى ابعاد ثانيه قد تصل الى انه يتم ترحيل قسم من الفلسطينيين في غزه الى ارض الصومال. قد يحدث او يعني في تقارير عن انه في هيك اتجاه ايضا موجود. فانا لو كنت مسؤول تركي راح اشوف حالي خسران بهالدول الثلاثه. في استثمار تركي كبير مع سلطة العليمي والإخوان في اليمن، استثمار تركي من أكثر من 10 سنوات. في استثمار تركي في مقديشو، قواعد عسكرية واقتصاد وإطلالة على إفريقيا وعلى آه، على باب المندب، هذا المحور البحري المهم جدا. وخسارة في السودان أيضا لأنه هي ضمن المحور اللي يقال حتى أنه زودت آه، مجموعات الإخوان العسكرية أو السلطه الحاليه في السودان المسيطره على الخرطوم حتى بمسيرات. فانا في عندي 3 دول مركزيه كبيره عم تتفكك. آه، يعني راح اشعر بالخوف بكل تاكيد، بكل تاكيد، لانه الكلام اللي قاله توم باراك انه المنطقه عم تتجه باتجاه دول مركزيه او الدفع بهذا الاتجاه، الواقع يقول في واقع مضاد لهذه الاطروحه او وجهه النظر او التمنيات، انه المركزيه آه، يعني تعيش نهاياتها. الدوله المركزيه تعيش نهاياتها، تعيش نهاياتها لانه هي سببت خلق الازمات
شديدة التعقيد وشديدة القسوة داخل كل هذه الدول. نلاحظ انه الدول الثلاثة هي اللي عم نحكي عنها هي حاليا اللي هي امام اعيننا، اذا اضفنا لها ليبيا بيصيروا 4 دول طبعا. هي مشكلتهم هي في المركزية، في السلطة المركزية، في عدم الاعتراف بالأقاليم، في عدم العدالة الاقتصادية، في التعالي. نخبة حاكمة وتتعالى باسم مجموعة هي حاكمة، رغم أنه هي المجموعة الشعبية وهذا المجتمع غير مستفيد أساسا من السلطة. يعني الجماعة خارج في اليمن، خارج الحوثيين، الجماعة اللي موجودين في مأرب أو في إب أو في تعز، هم أساسا مجتمع غير مستفيد من السلطة اللي هي تحت حكم قوات ما يسمى الشرعية في اليمن. يعني هم غير مستفيدين أيضا. الجهات المتضررة تسترد بعض حقوقها وإن كانت بأساليب قاسية في الدول هذه الثلاث، ويضاف لها بنغازي، هي الدول الأربعة في اليمن. فأنا لو كنت أنا مسؤول تركي وأشوف هذا الواقع أمامي، آه، لن يكون أمامي خيار لو كان عاقلا، لو كان مسؤولا عاقلا، لن يكون أمامي خيار سوى الذهاب إلى أقصى ما يمكن في مشروع السلام في شمال كردستان. وهذا الشيء دكتور أنت في آخر مقال لك أشرت لهذا الشيء، أنه إمكانية، طبعا هي جملة حكاها السيد عبد الله أوجلان أيضا في الرسائل الأولى، إنه احتمالية تقلص تركيا أو انكفائها إلى داخل الأناضول. هم فعليا بين هذه الخيارات. قد يفهم البعض أنه هو قول تهديدي، وقد يتحول إلى قول تهديدي. يعني عدم المماطلة التيارين الحاليين، خاصة التيار اللي يقوده هكان فيدان اللي هو ضد السلام أيضا. يعني في دول ما كانت أقل قوة بالمركزية، بشدة المركزية ما كانت أقل قوة من تركيا وتفككت. فبالتالي المراهنة فعلا على صوت العقل في أنقرة، أنه تجنيب تركيا، تجنيب الشعبين الكردي والتركي مرحلة جديدة من الصراع، أو اللي يعني 100 عام من الحروب أعتقد أنها تكفي. 100 عام من الحروب بين الكرد وبين الجمهورية التركية. ونأمل أن ندخل، يعني طوينا مئوية لوزان قبل سنتين، نأمل أنه يتم تأسيس لمئوية جديدة خالية من حروب، على أساس جمهورية جديدة وجمهورية صديقة للكرد داخل حدودها وخارج حدودها، لأنه هذا هو المخرج الوحيد لتركيا استراتيجيا على مستوى الشرق الأوسط. نعم، المكونين الأساسيين للجمهورية الكرد والترك، إعادة التحالف التاريخي إلى الصدارة. زميل شوري في دقيقتين، إذا لك تعليق أو إضافة. أنا أختصرها في أقل من دقيقة. ب 2014 مع الهجوم على كوباني، تركيا اختارت سياسة محق الكرد، يعني انتصار داعش. لم يحدث ذلك. اليوم إذا هي في سوريا تراهن على انتصار السلطة المركزية على الأفكار اللامركزية، اللي بشوفها أنا أفكار نبيلة جدا، هي الصمغ المستقبلي للحفاظ على سوريا، للصق سوريا ببعضها، سوريا المفككة الحالية. إذا ذهبت تركيا باتجاه يعني الصداقة مع الكرد داخل وخارج حدودها، سنكون أمام يعني ما سماه أوجلان شبيه بإمبراطورية هابسبرغ في النمسا، المجرية النمساوية. دولة برأسين، جمهورية بثقافتين، كردية تركية. إذا ذهبت في هذا الطريق السليم، وأعتقد بأنه السياسة التركية فيها شيء رشيد جدا، اللي هو المجال العام، الصحافة والكتابة والآراء المتباينة، أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تنظيم هذا المجال داخل البرلمان وخارجه. فممكن الوصول إلى خطابات من هذا النوع، مثل ما فشلت داعش في تقويض الحضور الكردي في سوريا وفي العراق أيضا. يعني في كردستان العراق كان هناك مراهنة، ولم تساعد تركيا كرد العراق في بداية محنتهم في مواجهة داعش. يعني الآن هناك أيضا قراءة خاطئة من بعض أقطاب الدولة التركية، تراهن على أنه يمكن تكسير الحضور الكردي من خلال فزعات، من خلال تشويش إعلامي، تشويه السمعة إلى ما هنالك. هذا منه كلام سياسي. ما ستقوله الدولة العميقة في تركيا
هو الذي يجب أن ننصت إليه، لأنه شديد الحساسية. بش- قد يتحلى بالحكمة هذه المرة وينهي نزاع متعب لعموم الكرد. ونحن هون عم نحكي عن أكثر من 100 مليون كردي وتركي في المنطقة. يعني رقم كبير جدا إذا دخلوا في صراع صفري. يعني تنفلش المنطقة وتهدم على رؤوس الكرد والترك، وهذا لا يدخل في مصلحة أحد. المنطقة تتغير، و يعني الأكثر عقلانية هو الذي سينجو. والعقلانية هون يعني كمفهوم فلسفي مجرد تعني الذهاب إلى اختيار سياسات رشيدة، وليس إلى تجريب سياسات. خلينا نجرب نكسر الأكراد بالجماعة الفلانية أو بالطائفة الفلانية أو بالمكون الفلاني. أعتقد درس 2014 كان بليغ جدا، وما بعده طبعا. لا يمكن تكسير الوجود والحضور الكردي من خلال الاستثمار في جماعات، سواء سميتها أنت دولة أو سميتها جماعات ما دون دولة أو سميتها ميليشيات دينية أو مذهبية وإلى ما هو. نعم، يعني في تركيا البرلمان أصدر لجنة اسمها لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، بحثت في القضية الكردية، والتقط السيد وجلان مؤخرا. أعتقد أنه نحن في سوريا أيضا نحتاج إلى لجنة مشابهة لإجراء يعني مصالحة وطنية لكل المكونات، وبناء دولة على أساس صحيح، وليس يعني دولة يستلمها فصيل ويستحوذ على بقية حتى في العراق دكتور العقلية. طارق، في العراق 1970 لما جرى توقيع اتفاقية آذار، العراق البعثي ما كان بهذا السوء اللي عم نواجهه اليوم بسوريا. يعني كان عندهم وزير ارتباط كردي اسمه دار توفيق بين الحكم الذاتي وبين بغداد. يعني سوريا بحاجة إلى وزراء ارتباط، وزراء تضامن، لجان تضامن سياسي مؤلفة من كل المكونات، يعني تكون مهمتها على الأقل تهدئة ما يحصل في الساحل وفي شمال شرق سوريا وفي الجنوب وفي مناطق أخرى. هذه فكرة واعدة يمكن استيرادها من تركيا وتطويرها في سوريا. إرادة من العراق. طبعا. نعم، تجاوزنا الساعة وربع يمكن، وكنا يعني نفكر انه ساعة كثير، بس لا يمل منكم طبعا. انا ما قاطعت لانه المقاطع نبثها في يعني منصات المركز، لذلك لم اقاطع لاجل ان تطلع المقاطع يعني سالمة. فقط تحليلاتكم. الزميل حسين جمو والزميل شورج درويش، شكرا جزيلا لكم. جزيل الشكر. جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، كل الشكر لكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. تحياتي.